بيبدأ الفيلم بقصة الجزيرة الأم تيفتي اللي قلبها جواه أعظم قوة عرفتها البشرية واللي بتشاركها مع العالم كله. وطبعا قلب بالقوة دي هيبقى مطمع لأي حد والكل بقى عايز يسرقه، بس الوحيد اللي قدر يعمل كده ماوي، أسطورة البحر والرياح اللي بيقدر يغير شكله لأي حاجة باستخدام خطافه السحري. وأول ما خد قلب تيفتي ابتدت تنهار وظهر حواليها سواد مخيف، فماوي حاول إنه يهرب لكن بيقابله تيكا وحش الحمم، وفي المعركة دي ضربت ماوي صعقة من السماء واختفى من ساعتها، وخطافه السحري وقلب تيفتي ضاعوا في المحيط. ولحد النهاردة بعد 1000 سنة تيكا ووحوش الأعماق لسه بيدوروا على القلب. والقصة دي كلها بتكون بتحكيها ست عجوزة لأطفال الجزيرة، وهم أصلا بيكونوا خايفين من اللي هي بتقوله، فبتحب تكمل عليهم وبتعرفهم إن السواد ده لسه عمال يزيد ويزيد لغاية ما يبلعهم كلهم ويموتوا كلهم. فالأطفال مش بتصمت أكتر من كده وبينهاروا، اللي بيعيط واللي بيغمى عليه. بس بيبقى في بنت اسمها موانا قلبها قلب أسد، بتسمع بدرجة من الحب رهيبة كأنها بتسمع حكاية تانية غيرهم. وبيزيد اهتمامها لما الست العجوزة بتقول إن هيجي يوم وفي حد هيلاقي القلب وهينطلق في رحلة بره حدود جزيرتهم ويلاقي ماوي وهياخده عشان يرجع قلب تيفتي زي ما سرقه وهينقذهم كلهم. وهنا بقى بيجي بابا موانا اللي بيقطع الست العجوزة واللي بنعرف إنها مامته، يعني جدة موانا، وبيعرفها إن مفيش حد هيعدي الحدود لأن هما في أمان في جزيرتهم، وبيقول إن مفيش سواد ولا وحوش أصلا. يعني هو بيبقى عكس مامته تماما، وهو فتح صدره وبيقول مفيش وحوش خبط من غير ما يقصد عمود راحت كل صور الوحوش نازلة. هي الأطفال ناقصة، هما مراوين خلق أصلا، هيجيب لهم بسرعة كده. وفي وسط الفوضى دي بتغفلهم موانا وبتخرج، وفي اللحظة دي بتشوف إن المحيط بيوسع لها عشان تاخد الصدف لأنها بتحبه وتحسوه محيط سحري كأنه إنسان، وبيفضل يلعب ويهزر معاه شوية. وبعدين بيروح مديها حجر خضرا كده بتنور، بس أول ما بيسمع صوت باباها راح مرجع كل حاجة زي ما هي، وكمان الحجرة بتعمل موانا. ولما بيجي باباها بيقول لها إنه ما ينفعش تيجي هنا لوحدها لأن المكان خطير، وبيعرفها إنها الزعيمة الجاية لقرية المتنوي ولازم تعرف دورها كويس. وبيفضل يوريها إن القرية محتاجاها وإن مكانها مع شعبها وإن القرية جميلة مش محتاجين حاجة غيرها. يا جماعة في ديك غبي غباء السنين، غباء مالوش مثيل، يعني الباقي كله شايفة الطوبة وبيعدي من فوقها عادي، إلا ده ماشي مش شايف حاجة أصلا. راحت موانا شال البتاع من على عينه، المفروض شايفة الطوبة دلوقتي، لا بص لها كويس راح متكبل برضه، مفيش فايدة. وبتكبر موانا حبة حبة ولسه المحيط بيناديها، ولسه الديك غبي ساب كل حاجة وراح قاعد على النار. والله لولا موانا كان زمانها مات من زمان. وهي بقى وفي كل مرة تحاول تهرب وتروح للمحيط باباها بيمنعها وبيحاول يحببها في القرية أكتر وأكتر. بس الوحيدة اللي بتبقى شايفة العكس جدتها اللي شايفة إن مكانها المحيط وبتوريها المراكب، بس بيجي باباها وبيقفشها، فموانا بتطول في الكلام ولا كأنها عملت حاجة. فباباها بيقول لها إن دلوقتي يجي الوقت إنه يوريها حاجة في منتهى الأهمية. هنا كل زعيم جه قبلهم بيحط الطوبة بتاعته وبيعملوا كده بقالهم سنين، وإن هيجي اليوم اللي هي كمان تحط طوبتها وبيعرفها إنها مستقبل شعبهم ومكانها هنا مش في المحيط. وفعلا بتسمع كلامه وبتساعد شعبها في كل حاجة، دي حتى لسه بتساعد الديك هي لحد دلوقتي. بصوا مش مقتنع إن دي صخرة مش أكل والله. ما علينا. في يوم بيحل السواد عليهم هما كمان، جزر الهند كله بقى كده، وكمان ما بقوش لاقيين سمك يصطادوه، فبتقترح موانا إن هم يعدوا الحدود يمكن في سمك هناك، بس باباها بيرفض. ولما بتصر موانا بيزعلها باباها وبيقول لها إن ممنوع أي حد يعدي الحدود، فبتتضايق وبتقعد لوحدها وبتجيلها مامتها وبتواسيها، فبتعرفها موانا إنها ما قالتش تعدي الحدود عشان عايزة تكتشف المحيط. فبتعرفها مامتها إن باباها كان زيها، المحيط كان بيناديه، ففعلا قرر يعدي الحدود مع صاحبه. لكن للأسف بتحصل عاصفة قوية جدا وما بيعرفش ينقذ صاحبه وبيغرق، فعلشان كده هو بيمنعها لأنه خايف عليها وإنه معرفش ينقذ صاحبه زمان، لكن في ايده دلوقتي ينقذها هي. وبتمشي فموانا بتبقى متلخبطة جدا مهما حاولت تبعد عن المحيط وتفضل مع شعبها، في حاجة بتشدها للمحيط مش عارفة ايه هي، وكل ما تبعد وكانت فعلا بتحط طوبتها المحيط بيناديها، فما بتقدرش تصمد المرة دي وبتجري بكل سعادة ناحيته، وبتركب مركب فعلا وبتنطلق بيه مع بوه عشان تجيب سمك. بس للأسف بتيجي موجة كبيرة وبتوقعها من المركب ورجليها بتتحشر، بس الحمد لله بتعرف تفك نفسها وبترجع للشط وهي مهزومة. وهنا بتجيلها جدتها وبتعرف اللي حصل، بس طبعا هي مش هتقول لباباها، لكن موانا بتعرف ان باباها كان عنده حق وانه جه الوقت دلوقتي انها تحط طوبتها مع الباقي. وبتبقى رايحة بس بترجع وتسأل جدتها ليه ما حاولتش تمنعها، وبتفضل تسألها لو في حاجة عايزة تقولها لها. واضح ان موانا عايزة تسمع اي حاجة تخليها تغير رأيها، فجدتها هتناولها لها وبتاخدها المكان وبتقول لها تدخل وتدق الطبول وهي تكتشف الحقيقة بنفسها. وفعلا بتشوف مراكب كتيرة جدا، وأول ما بتدق الطبول المكان بينور وبتشوف الحقيقة، وبتكتشف إن أجدادها ما فضلوش طول عمرهم ورا الحدود، لا دول كانوا بحارة. فبتصدقش نفسها وبتفرح قوي وبتجري على جدتها وبتسألها ايه اللي حصل، فبتعرفها إن ماوي لما سرق قلب تيفتي
حل السواد وصحي التكا وظهرت الوحوش، ومن ساعتها المراكب مبقتش ترجع. فعشان كده الزعماء منعوا الإبحار عشان يحموا شعبهم، وخلاص كده نسيوا هما كانوا مين. وفضل السواد ينتشر في جزيرة ورا جزيرة، وهو دخل على جزيرتهم كمان. والحل إن حد يرجع قلب تيفتي مع ماوي، وراحت مديها الحجر الأخضر اللي المحيط اداهولها وهي صغيرة، وبتقول لها إنها شافتها يومها والمحيط اختارها المهمة دي. وهنا المحيط وراها نفسه تاني، فما صدقش نفسها لأنها افتكرت إنه كان حلم. وجدتها بتعرفها إن ماوي ساكن هناك عند طرف الخطاف، فمانا ما بتكونش عارفة ليه اختارها، وهي أصلا ما تعرفش إزاي تعدي الحدود، لكن هي تعرف اللي يعرف، وبتجري على باباها وبتحكي له على كل حاجة. فبيتعصب وبيبقى عايز يروح يحرق المراكب، وبيقول لها إن ده مجرد حجر. وفي وسط الخناقة بيجي واحد وبيبلغهم إن جدتها بتموت، فبيجروا عليها. وهنا بتقول لها إنها لازم تروح. المحيط اختارها هي، ولما تلاقي ماوي تقول له أنا موانا من موتونوي، هتركب المركب بتاعي وترجع لنا قلب تيفتي، وبتديها سلسلة تحط فيها الحجر. فما بترضاش موانا تروح لأنها مش عايزة تسيبها وتمشي، بس هي بتعرفها إنها مش هتسيبها، كل مكان هتروحه هتكون هي موجودة معاها. ففعلا بتجري موانا تلم حاجتها وتجهز نفسها، والمفاجأة إنها بتلاقي مامتها بتساعدها وبتودعها، وبتمشي تاخد مركب من الموجودين، وبتنطلق في رحلتها للبحث عن ماوي. وبتفضل طول الطريق تسمع الكلام اللي هتقوله لماوي لما تشوفه، بس فجأة بيشتت انتباهها صوت غريب. صوت ايه ده بقى؟ مفاجأة يا فوزي، مفاجأة. هي بيكون موجود منورها، اللي أول ما بيلاقي نفسه في وسط المحيط السويتة دي هزت المحيط هز. مين فاكر فيلم كان فيه نفس السويتة دي؟ اللي فاكر يقولي في الكومنتات. فهي تعالوا ما بيستوعبش، وكل شوية يحاول ينتحر وموانا تلحقه. الديك ده ما يتسابش دقيقة لوحده، أول ما موانا تلتفت بس بينتحر تاني، عامل زي اللبن كده، وانت باصص عليه زي الفل، تلف في ثانية واحدة تلاقيه فار. هو كده بالظبط. فبتحطه في المكان ده عشان هو غبي ومش عارف يخرج، وقد كان عمال يخبط يمين وشمال زي ما انتوا شايفين كده. سيبنا منه دلوقتي لأن في كارثة، موانا المركب بتتقلب بيها، وكمان بتحصل عاصفة جامدة جدا. فبتفضل تطلب من المحيط إنه يساعدها، وهو مطنش على الآخر، لحد ما تاني يوم صحيت ولقت نفسها على جزيرة وحالتها يرثى لها. فبتتعصب بقى وبتاخد موقف من المحيط وبتزعله جامد قوي. أما هي لسه عايشة الحمد لله، معرفش ازاي، وزي ما هو هي يعني. بس المفاجأة إن المحيط طلع كان عنده خطة وداها عند مكان ماوي، اللي أول ما بيشوفها بيتخض بشكل مبالغ فيه. وهنا بقى موانا بتبقى عايزة تقوله الكلمتين اللي عمالة تحفظ فيهم من امبارح، بس هو كل شوية يقاطعها ويعظم في نفسه، وقد ايه هو جميل وسيد الرجالة والستات وسيد الناس كلها، وإنه أسطورة وبيساعد الناس، وكل ده ببلاش. يا عم سيبها بقى تقول الكلمتين دي حافظاهم بالعافية، بلاش حب الذات ده. ولما بقى بيعرف هي جاية ليه بيفتكرها جاية تشكره، لأنه بقاله هنا 1000 سنة عشان حاول يجيب القلب للبشر كهدية عشان يبدأوا حياة جديدة وجميلة. بس هو طلع ناصح، قعد يغني وخدها في دوكة، وراح حابسها عشان ياخد المركب بتاعها ويمشي من هنا ويروح يجيب خطافه، لأنه مش أسطوري ولا حاجة من غير خطافه، بس بيبقى عنده وشم، وده بقى بيبقى عامل زي ضميره كده، بيبقى عايز يروح معاها، بس بينفض له وبياخد المركب وبيمشي. بس ما تقلقوش، موانا مش هتغلب، بتتصرف وبتحاول تطلع من الفتحة اللي فوق، وفعلا بتطلع وبتجري بسرعة وبتنط نطة ولا أروع زي الأفلام، بس بتنزل على وشها نازلة ولا أروع برضه. وهو بقى خد المركب وطار وجري بيه، وابتدى بقى يخطط للمستقبل، وحط الهي أكل عشان يسمن ويربرب كده ويقدر ياكله. بس هي ده ما بيسترش قدام الأغراب أبدا. طب احنا اتعودنا عليك، لكن مش قدام الأغراب كده. بس هو المحيط هيسيبه يهرب كده؟ لا أكيد. بياخد موانا وبيحطها قدامه، فماوي بتخض، وهي كمان حاجة ما تجيش على دماغ حد فعلا. فكل شوية يروح رميها والمحيط يرجعها، يعني لابس معاها، مفيش مفر. حتى هو ما بيعرفش ينزل من المركب، وبيفضل يقول لها ان القلب ده ما بيجيبش غير المصايب. لما خدوه ضربته صاعقة من السما وضاع منه خطافه، فلازم تخبيه بدل ما تيجي الوحوش تاخده منها. فبتتريق عليه وبتفضل تشوه بيه في الهوا، فنبت عليه الوحوش بجد، ودول مش كيوت زي ما كانت فاكرة موانا، لا. وهما في الموقف الصعب ده بيكتشف ماوي ان موانا اصلا ما بتفهمش في الابحار، ده هي اللي معلمة نفسها كده يعني، فبيضطر يعمل كل حاجة لوحده. ففي اللحظة دي بيبتدوا يهجموا عليهم، لا مش وقت اغباء خالص، هي ده بلع القلب. فهي بقى الهدف، وخدوه هربوا بيه. فهنا ماوي بيستندل وبيهرب، وبيقول لهم ان هما مش هيعرفوا يرجعوه. بس موانا كان ليها رأي تاني، وراحت نط على سفينتهم، وخدت هي من وسطيهم وجريت ونطت على المركب تاني، ورجعت القلب ليها من تاني الحمد لله. بس دلوقتي كده مش حلو، متحوطين من كل مكان. فهنا اخيرا جه دور ماوي اللي خدها وهرب ولبس السفن كلها في بعض. ومع انهم لسه عاملين انجاز، برضه ماوي بيرفض يرجع القلب، لان في تكا وحش الحمم، وبيستهزأ بيها وبيقول لها انت عمرك هزمتي وحش الحمم؟ فبتردها له في منتصف الجبهه وبتسأله نفس السؤال، انت هزمته؟ فكده 1-0 لموانا. فاكيد بعد اللي عملت ده نشف دماغه اكتر ومش هيروح معاها، وهيروح يجيب خطافه. فموانا بتعرف نقطة ضعفه لما بتشوف الوشم اللي بيبقى فيه بطل والناس بتحييه، وهو واضح انه بيحب الناس تعزهم من اول لما ظهر لها.
فبتقول ان دلوقتي الناس بتكرهه وما بقاش بطل، بس لو رجع القلب هيرجع بطل والناس هتكتب باسمه، فيعني جات في حتته. فبيوافق، بس الاول لازم يجيبوا الخطاف لان ماوي من غيره مش هيعرف يهزم تيكا، وبعدين يرجع القلب، وبيتفقوا على كده. بس قال يجرب اخر مره وراح حادفها من المركب، بس مفيش فايده. فيلا على البركه هنروح لتاماتوا. مين ده وليه؟ ده واحد اكيد هيكون معاه خطاف ماوي لانه بيحب يجمع الحاجات عشان يبان مهم. هو ايه كلهم مالهم بيحبوا الناس تعظمهم ليه كده؟ ما علينا. هنا بقى موانا بتزن على ماوي عشان يعلمها ازاي تبقى بحاره، فبيرفض. بس على مين؟ المحيط بيديله سهم في ظهره من تحت. مشوها في ظهره من تحت، اوكي؟ والسهم ده بقى بيشله عشان موانا تاخد فرصتها، واصلا دي مهمتها، تاخد ماوي عبر المحيط عشان يرجع القلب، مش هو اللي ياخدها. وفعلا بيبتدي يعلمها كل حاجه، وهي بصراحه بتبقى تلميذه نجيبه. نجيبه؟ ايه نجيبه دي؟ اقصد يعني شاطره وبتتعلم بسرعه. وفعلا بيوصلوا المكان، بس ماوي بيعرفها انه هيدخل لوحده، وتخليها هي بقى مع هي اللي هيجيب لها تخلف ده. يعني ماوي حاطط لك اكل وظبط اتجاهك عشان تاكل، تسيبه برضه وتروح واكل الارض؟ نو كومنت الصراحه. اما موانا بقى مش هتقعد مع هي اكيد، بتروح طالعه وراه، والمكان عشان تدخله لازم تنط من هنا. فماوي بينط وبيبقى متاكد انها تخاف تنط، بس موانا زي ما احنا عارفين قلبها قلب اسد، وراحت نطه ولقاها على قفاها على طول. يعني كده بقى 2-0 لموانا اللي في كارثه دلوقتي. نزلت في وسط وحوش مخيفه جدا، وكل شويه تهرب من واحد لغايه ما لقت خطاف ماوي بينور قدامها. فماوي اول لما شاف خطافه جات له فكره عبقريه، ولبس موانا حاجات بتلمع من اللي بيحبها تاماتوا، وخلاها طعم طالما هي حابه تتدخل قوي كده. وماوي بيقول لها تشغله وتخليه يتكلم عن نفسه، هو بيحب يتفشخر ويقول قد ايه هو جميل مفيش زيه. يا سبحان الله، كانه بيوصف نفسه بالظبط. وحتى موانا قالتها له، يبقى انتوا اكيد اصحاب. وقبل ما ماوي يستخبى قال لها معلومه كده على الهامش، قال لها انه اتقمص منه بعد ما قطع له رجله. لا ملوش حق الصراحه الراجل يعني. وهنا فعلا تاماتوا بيظهر، ده طلع كابوريا عملاقه. فبتبتدي موانا تنفذ الخطه وتشكر في جماله. فتاماتوا بقى فتح على الرابع وقعد يغني قصيده بعنوان يخرب بيت حلاوتي. بصوا خدوا كلمات اغنيه انت جنان بتاعت رامي صبري، هو بقى قالها كلها على نفسه، اللي هو انا جنان شمس ورسمها فنان وهكذا وهكذا. وفي وسط الاغنيه ماوي اخيرا وصل لخطافه، بس المفاجاه انه مبقاش عارف يستخدمه صح، مش عارف يحول نفسه اللي هو عايزه. امال بس ماوي واسطوره وبتاع اهو شمت في الاعادي. تاماتوا عمل منه شاورما وكمل الاغنيه على قفاه وكان هيموته، بس موانا بتلحقه وبتعمل حجر شبه قلب تفتي وبتزعل بيه عند تاماتوا اللي زي العبيط بيسيب ماوي وبيجري ياخده. فموانا بتستغل الفرصه وبتاخد الخطاف وماوي وبيهربوا. يعني الحمد لله نجوا من تاماتوا. وماوي شكر موانا وكل حاجه، بس اللي مش عارف يهزم تاماتوا هيهزم تيكا؟ مش ممكن. ده كان كلام ماوي اللي مليان طاقه سلبيه. شخصيه عم ديا تملكت منه جامد في اللحظه دي، وهو في حاله انهيار تام كده. موانا بتشوف وشم على ظهره وبتساله على معناه، فبيقول لها انه بيظهر له واحد لما بيستحقه، يعني بمعنى اصح دول ملخص حياته. وهو في الاول ما كانش عايز يقول لها حاجه عنه، بس موانا لما بتحط حاجه في دماغها يلا السلامه. فبيحكي لها فعلا انه ما كانش اسطوره ولا حاجه، كان شخص طبيعي. وفي يوم قالوا قرروا ان هما مش عايزينه وراحوا رامينه في الميه كأنه ولا حاجه، بس المحيط طلعه وراح اداه الخطاف السحري ده. ومن ساعتها وهو ماوي الاسطوره اللي لما طلع رجع للناس تاني وحاول يعمل لهم كل حاجه تساعدهم، ده حتى سرق القلب عشانهم. بس في الاخر كل ده ما كانش كفايه، فموانا بتحاول تخفف عنه شويه وبتقول له يمكن المحيط طلعه، بس مش هو اللي خلاه ماوي الاسطوره، لا هو اللي عمل نفسه اسطوره. ففعلا بيتحمس ماوي وبيقرر يجرب مع خطافه تاني، والمره دي نجح ماوي انه يستخدمه. وبكده احب اقول لكم ان ماوي فعلا رجع اسطوره من تاني. يعني ماوي رجع اسطوره وهي لسه مفيش اي تقدم في حالته، نط في المحيط تاني. هي خلى المحيط يخرج عن شعوره. انا عمري ما شفت محيط متنرفز. خلاص معلش هدي نفسك، مش كده، مش هيعملها تاني. ودلوقتي بقى يلا بينا على تيفتي اللي وصلوا ليها اخيرا. فموانا بتدي ماوي القلب عشان يرجعه، بس هي بالسهوله دي لا طبعا. بيكون في استقبالهم تيكا اللي بصراحه شكلها مرعب، بس وبتفضل تضرب في ماوي. فموانا بتلاقي حل تاني ان هم يعدوا من هنا، لكن ماوي بيرفض الحل ده، بيفضل يقول لها تلف المركب لان هم مش هيعرفوا يعدوا. بس موانا بتركب دماغها لغايه ما تيكا كانت هتضربهم. فماوي صاد الضربه بالخطاف ومن قوه الضربه بتحدفه بعيد. ولما بتفوق موانا من اللي حصل ده بتلاقي ماوي متضايق جدا على اللي حصل في الخطاف، وطبعا اللي حصل ده بسببها. فبيقرر انه خلاص كفايه لحد كده، لان ضربه كمان والخطاف هيتكسر خالص، وان ولا حاجه من غير خطافه. وراح مديها القلب واداها هي كمان كلمتين في قلبها ان المحيط اختارها غلط، وراح سايبها وماشي. فطبعا موانا بتنهار من اللي حصل ده وبتبقاش عارفه ليه المحيط اختارها هي، فبتقرر تديله القلب وبتقول له يختار حد تاني. ففعلا بياخد القلب وبتفضل موانا تعيط. بس فجاه بتظهر لها جدتها اللي بتشوف موانا وهي منهاره جدا، فبتشجعها وبتفكرها هي مين وبنت مين. فموانا بتثق في نفسها من تاني ونزلت بسرعه تاخد القلب، وبتقرر ترجع القلب بنفسها. فبتستعد وبتروح لتيكا، والخطه كالتالي: هتعدي الجزر دي
وعشان تيكا وحش الحمم فمش هتعرف تطاردها في المية، وساعتها هتوصل لتيفيتي. ويلا على الخطة. وهي تيكا وصلت بشكلها المرعب ده، وبتفضل موانا تلففها حوالين نفسها لغاية ما عدت فعلا الجزر. بس للأسف تيكا بتزق الصخور عليها، فراحت موانا مقلوبة بالمركب، وتيكا خلاص كانت هتموتها. بس هنا بيظهر ماوي اللي بيلحقها، أو الحمد لله عمل بأصل برضه. فدلوقتي موانا بقى جري على تيفيتي عشان ترجع القلب وسيبي ماوي يتعامل مع تيكا، اللي للأسف لما حاول يحمي موانا من ضربة تيكا كانت النتيجة كسر خطافه. يلا يا موانا خلي الخطاف ما يتكسرش هدر. وفعلا بتوصل موانا، بس في حاجة غريبة، تيفيتي مش موجودة أصلا، اختفت. ففي اللحظة دي بتكتشف موانا اكتشاف خطير. بصوا كده على تيكا، مكان القلب موجود عندها. تيكا هي تيفيتي، ودي بقى صدمة ما بعدها صدمة. فموانا بتوريها إن القلب معاها، وبتقول للمحيط يسيب تيكا تعدلها. وبتروح لها موانا وهي قلبها قلب أسد. هي مش خايفة ازاي كده؟ تيكا وهي جاية عليها شكلها مرعب رعب السنين، وبتوصل لها فعلا، بس بتكون هادية لأن موانا بتقول لها شوفي انت مين وازري حقيقتك، وراحت مرجعة القلب مكانه. فهنا فعلا بتظهر حقيقتها، بنشوف تيفيتي الجميلة اللي مع رجعتها بترجع الدنيا خضرة تاني، وبيختفي السواد. وهنا بقى بنشوف موانا اللي بتعتذر من ماوي على خطافه اللي راح، بس أخيرا ماوي فهم إن بخطافه أو من غيره هيفضل ماوي. أنا شايفة إنه جه وقت الاعتذار، مش كده يا ماوي؟ أيوة برافو عليك كده. اعتذر فعلا من تيفيتي وهي طيبة وقبلت اعتذاره، وكمان جابت له خطاف جديد. ده ايه كرم الأخلاق ده؟ فماوي الفرحة ما بقتش سايعاه وشكرها وخد الخطاف. ودلوقتي بقى وقت رجوع تيفيتي لوضعيتها الأصلية، بتاخد مكانها، وخلاص كده كل حاجة رجعت تمام. وجه وقت الوداع، وهنا ماوي بترسم له وشم موانا عشان لو حاول ينساها ما يعرفش. فبتحضن موانا وخلاص كده بترجع لجزيرتها، ومامتها وباباها بيفرحوا بيها جدا وبيحضنوها. وبعد اليوم ده رجعوا بحارة من تاني زي ما كانوا، وطلعوا المراكب القديمة. فيعني حلم عمر موانا اتحقق أخيرا، فراحت وحطت صدفتها فوق الطوب وانطلقوا كلهم في المحيط من تاني. وكده بيكون الفيلم خلص. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واستنوني في الجزء التاني.